محدش سأل نفسه الناس جابت فلوس التجهيزات دي كلها منين، وكمية الأكل دي هل في شخص ولا مجموعة هم اللي شايلين، ولا سبونسر ورعاه هم شايلين الليلة كلها؟ طب لو سبونسر يا ترى مين؟ طب لو مجموعة تخيل بقى عددهم كام ودفعوا كام عشان يعملوا التجهيزات دي كلها والأجواء العظيمة دي. ما تنساش بقى تعمل سيف للفيديو ومنشن للي عايزه يعرف كل التفاصيل. ما نجمعش فلوس اتعرض علينا سبونسر يبقى موجود، زوما تحت رعايته، وما بناخدش حاجه من حد والكلام ده. فطار 15 رمضان في المطريه في عزبة حماده بيتعمل في 4 شوارع. نخش بقى على كميه وعدد الناس اللي مشاركه في التجهيزات. في نظام وتقسيمه مش كده وخلاص، كل واحد عارف بيعمل ايه بالظبط عشان يعرفوا يطلعوا كميه الاكل دي في الوقت المناسب، وكله بيشارك اذا كان كبير او صغير. ولا النظافه بقى، اي واحد واقف مش لابس جوانتي ما يحطش ايده. طلعت فوق سطح بيت عشان اشوف المنظر من فوق عامل ازاي. المنظر كان خيالي مش محتاج يتوصف، جامد. حتى تقسيمه الاكل على الشوارع وعلى الترابيزات محسوبه بالملي. ودي بقى اجابات كل الاسئله اللي في اول الفيديو. يوم العزومه ده بنبقى 500. متعه في اليوم ان هم بيساعدوا وان هم بيشتغلوا معانا. ما نجمعش فلوس وما بناخدش حاجه من حد والكلام ده. لو في 3 اشخاص مثلا بيخشوا في فان، حد ليه في حاجه، في افراد هم اللي بيوجهوا. بقت الناس جايه ما بتدورش على اكل، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع يوم كويس ويوم محترم وما فيهوش مشاكل وفي فرحه للناس كلها. اتعرض علينا سبونسر يبقى موجود، الزوما تحت رعايته، لا فضلنا ان يبقى الموضوع دعم من الاهالي، وهي تبقى هي بتاعت الشباب المطريه وشباب عزبة حماده. هو ده اللي هدفنا من اول يوم يعني. وهوب اسكالوب الاذان اذن والفرحه كملت. من الاخر بقى اهالي المطريه ادتنا كلنا دروس في كل حاجه، واظن كده بقى مش محتاجين تعرفوا ان ليه رمضان في مصر حاجه تانية.